في شيء تاريخي تو صار بعالم التغذية وأغلب الناس ما تدري شنو. Traditional food pyramid is being turned on its head. لأول مرة بعد أكثر من 30 سنة الهرم الغذائي مو بس تغير بس انقلب على راسه. والتغيير هذا مو بسيط، هذا راح يغير أكل المدارس والمستشفيات والجيش وحتى صحتكم الشخصية. واليوم بهالفيديو راح أشرح لكم بالضبط شنو صار بالهرم الغذائي، ليش مهم، وشنو تقدرون تطبقون من اليوم في حياتكم عشان تعدلون من صحتكم. وإذا ما تعرفوني أنا وهاب الصالح، بطل الكويت مرتين بالكروسفيت أوبن ومدرب أكثر من 500 لاعب حول العالم يوصلون لأجسام أحلامهم. إنزين خلوني أشرح لكم أول شيء شنو كان النظام الغذائي أو الهرم الغذائي اللي كنا قاعد نمشي عليه ال 30 سنة اللي طافوا. الأساس كان كل يوم 6 إلى 11 حصة من الكربوهيدرات، فوق على طول نشوف الفواكه والخضروات 3 إلى 5 حصص، وفوقهم على طول عندنا حصتين ل3 حصص من الألبان، ومعها حصتين ل3 حصص من اللحوم، البيض، السمك والمكسرات. بعدين فوق بكميات صغيرة نقدر نستخدم الدهون، أي نوع زيوت والسكريات. كان كل شيء محسوب على كمية السعرات اللي احنا ندخلها وكمية السعرات اللي احنا نحرقها، يعني مو مهم احنا شنو ناكل، المهم ايش كثر ناكل منه. والنموذج هذا رسميا انتهى، واللي صار مو بس تعديل بسيط، والحين رسميا قاعدين يقولون ان الاكل المعالج والمصنع هو السبب الرئيسي للسمنة، السكر من النوع الثاني، ودهون الكبد، وهم يقولون تقريبا أكثر الأمراض المزمنة. وهذا مو تصحيح صغير، هذا اعتراف. انتقل للبروتين، التغيير هذا جدا كبير، وانا توني مصور فيديو عن البروتين قبل لا تطلع التوصيات هذه. رفعوا توصيات البروتين بشكل كبير تقريبا الى الحدود اللي انا كنت قاعد اتكلم عنها بالفيديو. قبل كانوا يقولون 0.8 جرام لكل كيلو من وزنكم، والحين 1.2 الى 1.6 جرام لكل كيلو من وزنكم. يعني رجل وزنه 80 كيلو راح يحتاج ما بين 96 جرام بروتين باليوم الى 130 جرام بروتين. وانا ما راح اتكلم طبعا عن الارقام اللي تحتاجونها حق البناء العضلي، هذا فقط حق الصحه. المره اللي وزنها 55 كيلو راح تحتاج بين 66 الى 88 جرام بروتين لكل كيلو من وزنها. وليش هالشيء مهم؟ الحين ندري ان البروتين مهم مو بس حق البناء العضلي، بس حق الهرمونات، تنظيم سكر الدم، للعضلات ولصحة الميتابوليزم. شوف الهرم الغذائي الجديد عنده قواعد أساسية: البروتين، الكربوهيدرات، والخضروات والفواكه. الموضوع جدا بسيط، ان احنا ناكل اكل حقيقي غير معالج. هذه الرسالة الرئيسية من اللي هم قاعد يحاولون يسوونه. وتدرون ليش هالشيء هذا جدا كبير وراح يغير وايد اشياء؟ لان اكثر من 50% من اكلنا بالعالم حاليا اكل معالج ومصنع. المدارس، المستشفيات، الجيش، دور الرعاية، انا شفت هالشيء بعيني. بروح المستشفى اشوف الاكل المعالج الغير صحي بمكان المفروض ان احنا نهتم بصحتنا، فهالشيء يضيق الخلق. فالحين اذا فعلا يبون يطبقون التوصيات الجديدة لازم يعيدون بناء النظام الغذائي بالكامل، ولازم يكون من المزرعة الى الطبق. وهذا مو تغيير قائمة اكل، هذا تغيير نظام بالكامل. شوف اذا حسيتوا هالكلام هذا قاعد يمشي عليكم وتبون تطبقونه على نفسكم وتاكلون اكل حقيقي مناسب لكم باحتياجاتكم انتم الخاصة، انا وفريقي نشتغل مع ناس شخصيا نضبط لهم الاكل والتمرين ونتابع معاهم لين ما يحققون النتائج اللي هم حاطينها في بالهم. كل هذا يكون على حسب جسمهم واسلوب حياتهم، مو نظام جاهز بس برنامج مفصل عليكم. اذا تبون تطبقون هالاشياء دشوا الرابط اللي في البايو، حجزوا مكالمة وراح نتواصل معاكم. وفي مشكلة اساسية ما تكلموا عنها، ما تكلموا عن مقاومة الانسولين اللي هي من اكبر الاشياء اللي قاعد تدور حاليا عندنا. اسبابها عديدة، لكن منها الاكل المتكرر طول اليوم، لان كل مرة تاكلون يرتفع الانسولين، كل مرة ثانية يرد يرتفع، وكذي تتم الدوامة من الصبح لبالليل. يعني اللي متعودين ياكلون غدا، بعدين سناك، بعدين سناك ثاني، بعدين عشاء، بعدين سناك، بعدين سناك، الانسولين كذي قاعد يصير فيه. ولما تصير اغلب السناكات والوجبات فقط كربوهيدرات يصير عندنا مقاومة للانسولين. واغلب الناس يحاولون يصلحون المشكلة وياكلون انظف، بس يستمرون على نفس عدد الوجبات، نفس السناكات، ونفس التوقيت، ونفس ارتفاعات الانسولين اللي تتم. الموضوع مو بس عن شنو تاكلون، الموضوع عن شلون تاكلونه ومتى تاكلونه، وما اتوقع انهم تكلموا عن هالموضوع. انتم ما تضبطون جسمكم بس لانكم قاعد تعدلون اكلكم، انتم قاعد تصلحون جسمكم لما تاكلون بطريقه ذكيه وتاكلون باقل تكرار. وللاسف من اللي انا قاعد اشوفه بعد حاطين حد للدهون المشبعه اللي هو 10%. يعني اذا شلنا الدهون الطبيعيه اللي تجي من الاكل بشنو نستبدلها؟ زيوت نباتيه، زيوت مهدرجه، واكل صناعي. واللي اخطر من هذا كله هو السكر المخفي، الطحين، الموديفايد ستارش، المالتودكسترين، هذا كله سكر متخفي يرفع السكر بالدم، بس المشكله انه مكتوب على الكرتون انه خالي من السكر. اللعبه مو بس بالسكر الابيض، اللعبه بكل شيء مصنع
حتى الشركات اللي يخليكم تاكلون اكثر، تستمرضون اكثر. شوفوا انا بكون صريح وياكم، بعض المرات اكل اكل مصنع، في بعض المرات يكون في زيوت داخل اكلي، وفي اوقات اكل سكريات ولا حلويات، لكن ما اخلي هذا الشيء الاساس، ما اخلي هذا الشيء اللي ابني عليه طريقة اكلي بالكامل. انا بعض المرات اخاف اقول اذا كليتوا 5 ولا 10% من اكلكم يكون مصنع اموركم راح تكون طيبة. ان اغلب الناس عبالهم قاعد ياكلون 10%، لكن بالحقيقة قاعد ياكلون 50% اكل مصنع. عبالهم ان اساسهم هو الاكل الصحي، بس مع الوقت يبدي الاساس يتغير الى الاكل المصنع، وبعد فترة يردون على عاداتهم. وانا كنت من الناس اللي طحت بهالفخ، بس الحين اقدر اشوفه واقدر اطبقه على نفسي بالطريقة الصحيحة. اذا اساسكم كان صحي بين فترة وفترة تقدرون تاكلون الاشياء اللي تحبونها والاكل المصنع، لكن ندير بالنا ان هذه بالنهاية صحتنا. نعرف شنو الصح من الغلط، خلينا نحاول نقلل من الغلط ونكثر من الصح. ما احب اكون اسود وابيض، لان ما اشوف ان احنا نقدر نشيل شيء بالكامل موجود حوالينا طول اليوم. بعض المرات يكون من فترات العزايم والوناسات ان احنا ناكل معاهم طبيعي، لكن كثر ما نقدر نحاول احنا نجيب من وصفاتنا الصحية ونعود اهلنا على الاكل الصحي والاكل الحقيقي المغذي. واذا بين فترة وفترة كان في حلا ولا شيء اموركم طيبة، بس لا تكثرون منه لان هذه صحتكم. وانا مجرد قاعد انقل المعلومة لكم، انتم تقدرون تسوون اللي تبونه. لكن شيء اقدر اقوله بكل صراحة ان هذه اول مرة بحياتي اشوف النظام الرسمي للتغذية يتحرك فعلا باتجاه حلو، اكل حقيقي، كمية بروتين محترمة وصحة حقيقية. واذا انتم فاهمين القواعد اللي شاركتها معاكم اليوم، انتم متقدمين على اغلب الناس بخطوات. اذا عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة، حطوا كومنت اذا عندكم اي سؤال، اذا تبون تشتغلون معي انا وفريقي الرابط موجود بالبايو. ونشوفكم بالفيديو الجاي.